اول الطريق للنجاح في روايه احدهم انك تجيب كلمتين عربي وتحط وسطهم كلمه انجليزي، فتلاقي كل العوامل اللي حواليك وكل الناس على السوشيال ميديا وكل الناس اللي في التلفزيون وكل العبارات اللي موجوده في الكتب الاكثر مبيعا بتشجعك انك تدخل في صراع غير محدود وسباق انت اصلا مالكش علاقه بيه. ولان الحياه البدائيه كانت عباره عن ناس رحاله، ولما اكتشفوا نهر النيل بداوا يسكنوا ويعمروا. هي دي الكومفورت زون اللي كانوا بيلفوا اصلا عشان، على عكس كلام فئه معينه من البودكاست واللي ظهرت في الاونه الاخيره تقول لك اوعى تقع في الكومفورت زون. حضرتك ده اللي انا كنت بجري له مش هجري منه، علشان يوهمك انك لو عايز تنجح لازم تفكر بتفكير. فتلاقيه بيقول لك انا قدرت اتشينج لايف بتاعتي في شهرين، فانت لازم فاست ورن وحاجات كده مش معروفه. وكانه بيقول لك ان النجاح ده هات كلمه عربي وراها كلمه انجليزي، وزاويه الكاميرا تكون بدرجه معينه، وزوم ان وزوم اوت، وان بنسبه 99% بيبقى واخد من بابا 5 مليون جنيه يجرب فيهم. واللي عايز اوصله لك هنا ان كلنا مش في سباق واحد، وان كلنا ما نقدرش نتحمل